بشوف ده كتير جدا من الناس بتقدم محتوى او اصحاب بيزنسز بقعد اتكلم معاهم، هو بيحكم لي على البيزنس كله بالسي في ار، بالكونفرجن ريت بتاعي كام. يعني والله العظيم يا حسام الكونفرجن ريت بتاعي 10%، اقول له تحفه وهو مبسوط. طب تعالى تكلفه استحواذك على عميل كام؟ انت النهارده الكونفرجن ريت بتاعك جامد، اوكي 10%، يعني انت من كل 100 بيشتري كام؟ 10. شكرا، برافو عليك. طب تكلفه الليد نفسها كام؟ او تكلفه المسج كام؟ او تكلفه البيعه كام؟ فعايزك دايما تبقى عينك على السي في ار ككونفرجن ريت، وعينك على تكلفه استحواذك على العميل. ده لو انت بتبيع خدمه عايزك دايما تحسبها كده. طب لو انت بتبيع منتج، كونفرجن ريت لازم تربطه فورا بالتسليمات بتاعتك. ما هو يا فرحتي انت النهارده عامل لي كونفرجن ريت عالي بس المرتجعات 50%، انا استفدت بايه؟ ما ينفعش تحكم على الكامبينز بتاعتك ابدا بكونفرجن ريت. بصوا يا جماعه، هي بالظبط كده تروس، كل ترس مربوط جنب ترس. لا ينفع تحسبها النهارده سي تي ار لوحدها، ولا ينفع تحسبها رواس لوحده، ولا ينفع تحسبها سي في ار لوحده، ولا ينفع تحسبها النهارده يعني كنسبه تسليمات لوحدها. لازم تربط كل المتركس دي وتبدا تبص على ارقامها.